السلام عليكم، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. موضوع بودكاست اليوم مستلزمات العمرة. السفر للحج والعمرة هو من النعم اللي كرم بها ربي عباد، أما قبل السفر للعمرة لازم بعض الترتيبات والطقوس الروتينية المهمة اللي جرت بها العادة للسفر، مثلا تحضير مستلزمات الساك تاع الفواياج، وهذه من أكثر حاجات اللي يدخل فيها بعض المسافر باش يختار الحاجات الضرورية اللي مشي يسهمها، وخاصة أول تجربة سفر إلى أطهر بقعة الأرض. باش نحاول في البودكاست هذا نعاونكم على تحضير حقيبة السفر. دي يا سيدي، أهم حاجة لازم ينسى معها اللي يسافر هي الحوايج، والحوايج ينقسموا لحاجتين: حوايج النوم وحوايج العمرة، اختيار قداش من حاجة ونوعها حسب الفصل اللي باش يمشي فيه المسافر. ونأكد ونعاود باش برشا ملابس داخلية على خاطر غادي فما برشا مجهود كبير باش تعلقوا، ولازم تبدل حوايجكم أكثر من مرة. وبالطبيعة ما ننساوش ملابس الإحرام بالنسبة للرجال للإضافة للجوارب، والنساء لازم ننتزم معها 3 ولا 4 تبديلات. ومن المحبل تكون ملابس فاتحة، ولازم حاجة براتيك كما موديل يطرب اللي لابس أنا فيه 2 بياس روب من داخل ياسر براتيك ومحلاها حتى ملقماش خفيف وما يسخنش. تهوني فوش نجم تحط فيه كامل مستلزماتك كيما تليفونك سبوشن ليلاتك اللي هو ومتفوف. فما البرنوس هذا ياسر مزيان، زاده فيه الكابوش هذه زاده محلاها لحظة بركة هيك وطويل وساتر بسم الله ما شاء الله، حتى ديتاي يوني في المونش باسم مزيانة. وزعما شنو نحطوا آخر مستلزمات العمرة؟ أهم حاجة في الساك نتاع العمرة هما مستلزمات النظافة. ما ننساوش منش فاسقية للوجه وفوطة كبيرة للجسم بالنسبة للناس اللي ما يحبوش يستعملوا الكادو بان تاع لوتيل. وما ننساوش بيان سور الشامبوان ولا بري شامبوان، دونتفريز، فرم بوسة دون، والديدورون بيان سور ردوا بالكم لازمها تكون بلونجي. وشنو هي الحاجة الأخرى المهمة في حقيبة السفر؟ الماكلة هي من أهم الحاجات اللي لازم الممتمر ينتبه لها وقت اللي يكون يحضر في الفاليز نتاعو. ديما تحضروا حاجة شاهية وصحية كيما زيت زيتونة، زرير، بنادق، ملوخي، وبيان سور تنجموا تعلبوهم باش يطلبكم بأمان. وفما حاجة مهمة برشا ناس ينساوها اللي هي الدوايات والمسكنات. يلزم في كل ساك تاع فواياج العمرة يكون موجود الإسعافات الأولية ضرورية كيما دوليبران، بانادول، ودوايات الدياري والكونستيباسيون، وكريم للفروق والإريتاسيون كيما بيافين وميبو، الجي ديزانفيتون، وخاصة ليكران سولي. وما تنساوش يتابعوا في الديارة تقرب أفكار السفر وتيزو تتابعوا الأفكار متاعكم. يتمنى نكون فدتكم وعطيتكم بعض المعلومات اللي تستحقون إن شاء الله في العمرة بتاعكم. أتمنى لكم عمرة مقبولة وإن شاء الله بكرة رزق.